www.remixmta.com. الراب المصري. لما تقول الراب المصري انا بداية التاريخ، ولو كل دول نجوم انا كوكب المريخ. يعني قبل ما يوم تفكر انك تيجي وتنافسني، ادخل على اليوتيوب اعمل سيرش على اسمي. 4 مليون الراب المصري ظهروا بعد ما سمعوا MTA. 90% قال شو الموضوع بصراحة بيلي كل عود لسانه وعايش دور المتأمرك. اتفرج دلوقتي على MTA لما التكتيك اختفت وراجع تاني اخد مكاني اللي استحقه. ولا انتوا افتكرتوا اني همشي واسيبها لكم؟ جمهوري اللي عملني وخلى اسمي اللي قيمته جميل على راسي فاكر قالوا راحت علينا خلاص، وقالوا انتهينا بقينا تراب. والراب ده موضة جديدة وكل الناس ناسين كان مين هو الاساس. قالوا راحت علينا خلاص، قالوا انتهينا بقينا تراب. والراب ده موضة جديدة وكل الناس ناسين كان مين هو الاساس. الراب المصري انتشر، نسوا اللي احنا اللي بدأنا. عايزين يمسحونا، طب هو ده جزائنا. عشان فتحنا الباب والطريق للشباب انه يفكر يعبر يغير مستقبلنا. كمان ان الموسيقى بلغتنا وطريقتنا، والطاقة في المزيكا بنحتاجها في حياتنا. ده كان مبدأنا واللي نجحنا، كان حلم بالنسبة لنا بس وصلنا لهدفنا. جه الوقت اللي تعترفوا انتوا مين علمكوا الراب. من غيرنا لكم جرح ابدي اللي عملت انقلاب. الناس كلها بتحكم على شكلي واللي لابسه، محدش عايز يعرف اللي في قلبي واللي حسه. قالوا راحت علينا خلاص، وقالوا انتهينا بقينا تراب. والراب ده موضة جديدة وكل الناس ناسين كان مين هو الاساس. قالوا راحت علينا خلاص، قالوا انتهينا بقينا تراب. والراب ده موضة جديدة وكل الناس ناسين كان مين هو الاساس. راب مصري يعني MTA. لو ما كنتش فاكر ابقى قلب في الدفاتر، في الدفاتر، في الدفاتر، في الدفاتر.